الشرح ده بيكشف سر خطير، إزاي تغييرات بسيطة جدا ممكن تعيد برمجة أي سلوك بشري بالكامل. الحقيقة المؤلمة إن سنين بتضيع في محاولات تغيير مستمرة، وفي النهاية النتيجة دايما بتكون فشل وإحباط. الحل مش خطوات عملاقة، السر كله في العادات الذرية. مجرد تغييرات صغيرة بتتراكم مع الوقت وبتعمل معجزات. بس الجزء الأخطر لسه جاي، في دايرة نفسية خطيرة جدا بتتحكم في تصرفاتنا كلنا بدون أي وعي. أي عادة بتبدأ بإشارة زي التوتر، بعديها بتيجي الرغبة، وبعدين رد فعل بيدينا راحة مؤقتة. مثلا الإحباط بيخلينا نفتح السوشيال ميديا فورا، دي حلقة مفرغة بتكرر الفشل، والمطلوب دلوقتي هو كسرها. المعلومة الجاية بقى غيرت تفكير ملايين الناس. ده الإطار النهائي اللي هيكسر الدوامة دي تماما. عشان نبني عادة إيجابية لازم الإشارة تكون واضحة جدا والعادة نفسها تكون جذابة. دي أول خطوة للتغيير. والعكس صحيح، عشان ندمر عاداتنا السيئة لازم نخليها خفية، صعبة التنفيذ، ونتيجتها مش مرضية تماما. الانعكاس النفسي ده هو السر، بيغير السلوك للأبد من غير ما يستنزف أي ذرة من قوة إرادتنا. ركزوا هنا، الحل السحري هو قاعدة الدقيقتين. القاعدة دي حرفياً بتحول الأهداف المستحيلة لواقع حتمي. بدل ما نخلي الهدف صعب زي تأليف كتاب، البداية الأذكى هي كتابة جملة واحدة بس. وعشان نجري ماراثون، الفعل الذري الوحيد كبداية هو مجرد لبس كوتشي. دي نقطة الانطلاق الحقيقية. الفكرة هنا إن إتقان فن البداية شرط أساسي قبل أي محاولة لتحسين العادة أو تطويرها. طب إزاي نضمن النجاح للأبد ومن غير مجهود يومي؟ الإجابة دي فعلا هتصدم ناس كتير جدا. السر في أفعال بتتعامل مرة واحدة بس، زي شراء فلتر مياه بيجبرنا تلقائياً على اختيارات صحية، أو مسح تطبيقات السوشيال ميديا من الموبايل. أفعال بسيطة بتضمن تركيز عميق وإنتاجية فورية من غير تفكير. تغيرات البيئة دي بتضمن نجاح المستقبل، لأنها بتلغي احتياجنا للدافع اليومي وبتخلي العادات الإيجابية بتشتغل أوتوماتيك. التغيير الحقيقي والدائم بيجي دايما من التراكم الخفي للتغييرات البسيطة جدا دي مع مرور الوقت. الفهم العميق ده هو الفاصل الحقيقي بين الأشخاص الناجحين فعلا وبين أي حد لسه بيفشل. لو وصلتوا لهنا فأنتم فعلا مختلفين. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تطوروا تفكيركم مع كل تحليل.